النهارده الرز اللي بيتقدم في المطاعم للمشويات وللاكل التيك اواي. هقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي هنا طاسه على النار ما فيهاش اي حاجه، هحط فيها معلقه كبيره سكر وهسيبها على النار. ههدي النار عليها لحد ما تتكرمل. الرز اتكرمل معايا، هنزل بمقدار الشوربه اول مره. انا هعمل رز بسمتي، فطبعا لكل كوبايه رز بسمتي كوبايتين شوربه. لو انت هتعملي مصري هتعايري بالمعيار بتاع الرز المصري. البهارات اللي عندي 7 بهارات وكركم ورشه قرفه، وطبعا الملح عندي حسب الرغبه. هحط ورقتين لورا. هو اوريدي الشوربه عندي سخنه فغليت معايا بسرعه. هركنها واحط طاسه تانية على النار. في الطاسه حطيت معلقه زبده على معلقه زيت وفصين السكه. هنزل ببصله مبشوره عليها رشه فلفل اسود ومتصفيه الميه بتاعتها. انا عايزه التفل بس عشان الرز ما يبوش، الميه بتاعت البصل ما تبوشليش الرز. هسيبها كده لحد ما تاخد لون ذهبي فاتح. ده لون البصل اللي انا عايزه اوصل له. هنزل بقى بالرز بتاعي المغسول متصفي كويس، هديله بس كده تشويحتين عشان كل حاجه تتغلف مع بعض. احط بقى الشوربه عليه اللي احنا عملناها في الاول مع بعض، ياخد غلوه. بعد كده اهدي عليه النار عشان يكمل سوا لحد ما يتشرب. شكله بعد ما استوى عايزه اقول لكم طعمه وريحته بجد تحفه. انا عملت معاه فراخ اجنحه، يعني طريقه الكنتاكي. ممكن تعملوا معاه فراخ مشويه، اجنحه مشويه، ايا كان الوصفه اللي انتوا حابينها. انا منزله لكم كذا طريقه ليها في كذا فيديو. شوفوا الوصفه اللي تناسبكم والمكونات المتاحه عندكم في البيت واعملوها. يا ريت تجربوها وتسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم بصفات تانية جديده.